وتعالى يوصينا على من ربونا صغارا وتعبوا في تعليمنا وسهروا الليالي الطوال في مرضنا على والدينا. فلماذا هذا التركيز والاهتمام والتخصيص؟ ما هو بر الوالدين وما واجباتنا ناحية والدينا؟ مستصحبين الهدي النبوي الشريف نجيب على هذه الأسئلة وغيرها مع الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ حسن سلمان. مرحبا بكم فضيلة. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. الله يحييكم ويبارك فيكم. بداية دكتور، عندما نقول بر الوالدين في الإسلام ماذا نقصد به ومستصحبين احترام الكبير يعني الفرق بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإسلام يقوم على منظومة الحقوق عموما، يعني سواء كانت هذه الحقوق تتعلق بالله تبارك وتعالى أو كانت هذه الحقوق تتعلق بالآدميين. فحقوق الله سبحانه وتعالى هو أن نعبده لا نشرك به شيئا، وأن نصلي له، وأن ندعوه، وإلى غير ذلك. فهذه حقوق لله تبارك وتعالى، وهي الحقوق التي يعني ذكر فيها معاذ يعني أن من حقق ذلك حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من يعني حقق التوحيد أو ما بهذا المعنى. لكن هنالك حقوق تتعلق بالآدميين، لأن الإسلام يقوم على منظومة ثلاثية صح التعبير. المنظومة الأولى تتعلق بالله تعالى، المنظومة الثانية تتعلق بالإنسان وعلاقته بالإنسان، المنظومة الثالثة تتعلق بالإنسان وعلاقته بالطبيعة. وتحديدا موضوع بر الوالدين له علاقة بموضوع الإنسان وعلاقته بالإنسان. وهنا لا نتكلم عن مطلق الإنسان، لأن الإنسان قد يكون أحيانا بعيدا لا صلة لك به، ولكن نتكلم هنا عن أقرب الناس، وهم من تسببوا في إيجادك في هذه الحياة، أي كانوا سببا لوجودك في هذه الحياة. فإذا اعتبرنا بأن والله علاقة الإنسان بالإنسان عندها مجموعة حقوق، مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5: أن ترد عليه السلام، وأن تشمته إذا عطس، وأن تستجيب له إذا دعا، إلى غير ذلك. فيحدد لك منظومة حقوقية في هذا العلاقة الإسلامية. ثم يحدد لك أيضا علاقة تتعلق بالجوار، ويحدد لك علاقة تتعلق بغير الجوار نفسه، جوارا مسلما أو جوار غير مسلم، فتحدد منظومة العالم. فما بالك بهذا الذي تسبب في الوجود. موضوع بر الوالدين يكاد يكون هو الحق الأول من حقوق الآدميين، يعني لا يكاد يتقدم عليه حق من الحقوق. إذا كان حق الله تبارك وتعالى هو توحيده جل جلاله، فإن حق الآدميين أول حق هو حق الوالدين، حق الوالدين. ولذلك في كل الآيات وفي كل الأحاديث تلاحظ الترتيب هكذا، إنه والله توحيد الله ثم موضوع الإحسان للوالدين وبر الوالدين. موضوع بر الوالدين كما تفضلت، نسمع نحن بر الوالدين وأن يبر الإنسان والديه. كلمة البر هي كلمة جامعة يعني كلمة جامعة للفضائل والأعمال الخيرة، سواء كانت تعلقت بالقلب أو تعلقت بالقول واللسان أو تعلقت بأفعال الإنسان. فبر الوالدين يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالأفعال الأركان. كل ذلك أنت مطالب فيه بالبر، والبر في مقابل الإثم. البر في مقابل الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجعل البر في مقابل الإثم. فكل ما يتعلق بالإحسان إلى الوالدين هو بر، كل ما يتعلق بالإحسان إليهما. الإحسان القلبي بدءا بمحبتهم، فليس بارا بوالديه من يكره والديه مثلا، أو يبغضهم، أو يريد لهم الشر، أو يتمنى لهم حتى التمنيات، أو تذهب خواطره فيما هو سيء نحو والديه. هذه كلها قضايا قضايا قلبية. أو
باللسان، وهو أن لا يقول كلاما إلا يؤدي إلى الإحسان والفرح والمحبة والقول الطيب لوالديه. فأنت تنتقل في البر من الناحية القلبية إلى مسألة التعبير باللسان، وهو فن من الفنون حقيقة. يعني يمكن للإنسان أن يبدع فيما يتعلق ببر اللسان بأشكال عديدة جدا، والإنسان يمكن في هذا الاتجاه أن يكون كما ذكرنا له منظومة خاصة مع والديه. ما الذي يمكن أن يؤدي إلى فرح الوالد والوالدة من خلال اللسان؟ كيف أستطيع والله أن أبدع؟ ما الذي من خلال عيشك معهم تعرف تماما ما الذي يغضب والدك وما الذي والديك وما الذي يفرح والديك، فأنت تذهب فيها. أيضا في الممارسات العملية، في الممارسات العملية. فإذا باختصار شديد بر الوالدين هو الإحسان إليهما بالقول والفعل والقلب تقربا إلى الله تعالى. والحتة دي مهمة. صحيح أنك لو لم تقصد التقرب إلى الله فهي تؤدي بك في النهاية على كل إلى أن قمت بالواجب، قمت بالواجب، ولكن كلما استحضرت المعنى التعبدي ومعنى القرب لله سبحانه وتعالى فإن الدرجات عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يقابل البر، إن قلنا ما الذي يقابل البر؟ يقابل اللي هو البر الإحسان، هنا يقابل البر العقوق، يقابله العقوق. والعقوق أعق أي شق وقطع، قالوا عق من شق وقطع، فكأنما أحدث مشاقة وقطيعة بينه وبين والده. فإذا اعتبرنا بأن أعظم الحقوق وأعظم الطاعات فيما يتعلق بالعباد هو بر الوالدين، بذات القدر أعظم الذنوب وأكبر الكبائر فيما يتعلق بالعباد هو عقوق الوالدين. فهذه باختصار شديد جدا كيف يمكن إن شاء الله أن نجعلها مدخل لهذه الحلقة. صراحة مقدمة كافية وافية، يعني جمعت بين القلب واللسان ثم بالأفعال. طيب فضيلتكم لو تأخذنا في جولة، يعني جولة في آيات القرآن الكريم عن بر الوالدين وعن الوالدين. يعني القرآن حقيقة تكلم على الوالدين كثيرة، ولكن كما تفضلت هنالك آيات تعتبر آيات مركزية أو محورية أو آيات محكمات فيما يتعلق بموضوع الوالدين. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر كيف أن الله عز وجل ربط بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين. يعني حق الله زي ما ذكر هو عبادته، قال لك والله واعبد الله. مباشرة في حقوق الناس ماذا قال؟ وبالوالدين إحسانا. بنفس الطريقة في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا واخفض جناحك من الذل. يعني تلاحظ هنا الآيات الله تبارك نفس الطريق، قضى رب أي حكم الله تبارك وتعالى بأن لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. يعني الإحسان بما ذكرناه، لكن هنا دخل في موضوع مهم جدا، وهو أن الوالد أحيانا قد يكون في صحة جيدة والوالدين يكونوا في صحة وعافية وليسوا بحاجة كثيرة إلى العون المباشر أو المساعدة المباشرة، لكن في محطة من المحطات يتحول فيها سبحان الله المنطق الإنساني. أنت كنت بالأمس طفلا يافعا تحبو، يحملونك ويقومون بكل التزاماتك. لما يحصل سبحان الله إما يبلغن عندك الكبر، خلاص أول شوف قال لك عندك وليسوا في إيه؟ في دار العجزة. فالقرآن يشير لأن والله عندما يكبر الوالدان يكونان عند الأبناء. نعم. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هنا القرآن الكريم عبر بأدنى مستوى التأفف. الإنسان سبحان الله أحيانا عندما يتكلم معه والده أو والدته أحيانا يكون غير راضي فيصدر نفسا. تصور إنه هذا النفس الحار الذي يخرج من صدر الإنسان اللي هو يمكن نسميه تأفف
أو أف، كلمة أف التي تخرج، ما قال شيء، يعني ما رد عليهم ولا أساء إليهم، ولكنه عبر تعبيرا يدخل في الفعل، صحيح ليس قولا ولا، لكنه التأفف هنا الخطورة التي كما لو ضاق صدره فيه يعني جانب أيضا قلبي، بمعنى أنت كرهت شيئا في نفسك. في نفسك، وبالتالي يصدر هذا. ما يبلغ عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه الآية سبحان الله من الآيات التي يعني تدخل في آيات الوصايا، كانت عند موسى عليه السلام وعند عيسى عليه السلام ضمن منظومة الوصايا، تسمى الوصايا العشر، هي نفسها اللي موجودة في سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، نفس الطريقة. إذا نحن هذه الآيات تربط مباشرة بين عبادة الله وبين وبين بر الوالدين أو الإحسان إليهما. فإذا هو في مقام فيما يتعلق بحقوق العباد هو رقم واحد، مقام عالي. نعم. وأول قيمة شرعية أخلاقية مع توحيد الله بدأت مع نوح عليه السلام أو مع آدم عليه السلام هي بر الوالدين. يعني ما في شيء تقدم على بر الوالدين في منظومة القيم، اللي هي منظومة القيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، اللي بالنسبة لنا تحولت في النهاية إلى محرمات، اللي هي المعكوس، معكوس التوحيد والإشراك، معكوس الإحسان هو العقوق. فمن المحرمات ألا يحسن الإنسان إلى والديه فصار محرم، وهذا جزء مما يسمى بالصراط المستقيم، اللي هو توحيد الله وبر الوالدين والعشر الوصايا. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا السبل إيش هي؟ هذه السبل كثير من الناس طبعا بعض الدعاة أحيانا ينزلون توصيفات معينة فيتصور أنه والله الآية هذه وأن هذا صراطي مستقيم يتصورها جماعته، ويتصور المجموعات الدعوية الأخرى هي ليس، فينزل عليها الآية. لكن لا، هذه التسعة: الإشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس، الزنا، الفواحش، عدم العهود والمواثيق، الجودة، التطفيف في الكيل والميزان، العشرة. قال وأن هذا صراطي مستقيم. فكأنما واحدة من السبل التي يخرج بها الإنسان والعياذ بالله عن الصراط المستقيم عقوق الوالدين، كما أنك تخرج عن الصراط المستقيم بالشرك بالله تخرج عن الصراط المستقيم بإيه؟ بعقوق الوالدين. ولذلك لما تأتي أنت في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أول ما ينبغي أن تستحضرها أمرين: توحيد الله وبر الوالدين. عجيب. لأنه للأسف الشديد كثير من الناس يقرؤون مثلا القرآن ولا يتصور المعنى، دايرك تتصور المعنى. يعني لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط ده ما حاجة فضفاضة، لا، محددة لك وبعد ذلك قال لك وأن هذا إيه؟ صراطي مستقيما. يعني هذه الوصايا هي الصراط المستقيم، هي نفسها التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أول الصراط كذا وفي نهاية والصراط ينادي وكذا وأبواب مفتوحة وهذه الأبواب من دخل منها هلك إلى النار. هي نفسها إشراك بالله، عقوق والدين، فواحش، زنا، قتل النفوس، هي نفسها التي تفتح أبوابها والعياذ بالله ليدخل منها الناس إلى النار. أعظم هذه فيما يتعلق بحق الله التوحيد، وأعظمها في حق العباد هو إيه؟ بر الوالدين. إذا نحن هذه الآيات التي لها علاقة بسيطة، يعني علاقة الآن يمكن آيتين ثلاثة، يعني من ضمنها آيات مثلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال بعد ذاك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا نفس الطريقة هنا ربط بإيه؟ بالإحسان. أيضا الله سبحانه وتعالى كما ربط عبادته بالإحسان إلى الوالدين وبرهما ربط شكر الله بشكر الوالدين. قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. انظر كيف أن الله شكر الله لا مقارنة في حقيقة،
لكن ليش قاعد تأتي هذا الربط؟ لأن هي في المقام. إذا وضعنا الشريعة كلها ما بين حقين، حق الله وحق العباد، فإن أول الحقوق أن تشكر الله فيما يتعلق إذا اعتبرنا الدين كله شكر وصبر، ففيما يتعلق بالواجبات شكر الله أعظم شيء، أنه كل الطاعات تنتهي بنا إلى منظومة الشكر، وكل المنهيات والمحرمات تنتهي بنا إلى منظومة الصبر. فأعظم ما نصل إليه في منظومة الواجبات أن نشكر الله. طبعا هي سبحان الله منظومات مترابطة. عبادة الله تؤدي إلى تقواه، تقوى الله تؤدي إلى شكر الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لعلكم تشكرون. فهذه المنظومة الآيات المترابطة منظومة مترابطة. عبادة الله تؤدي إلى تقواه، تقوى الله تؤدي إلى شكر الله تبارك. فهنا شوف كيف أن الله ربط ما بين الشكر له والشكر للوالدين. والحديث طبعا معروف، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي رواية لا يشكر الناس من لا يشكر الله. فأنت أعظم من يشكر في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى هو الوالدين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المحيي المميت المدبر الذي رعاك منذ أوجدك في هذه الحياة وأمدك وأعدك، فإن الأسباب المباشرة من هو؟ أسباب هو الوالدين. حملتك الأم في البطن، ورعاك الأب وهو منذ طفولتك وأنت في البطن، أكلا وشربا ورعاية، وجاري بيك المستشفى وطالعين ونازلين، وفي بعض الأولاد طبعا متعبين جدا، ولادتهم تكون كمان بالقيصرية، يعني قصة طويلة جدا. فألا يستحق ذلك؟ لأن هنا تأتي سبحان الله المنظومة الأخلاقية. كما أن علاقتنا مع الله أخلاقية، علاقتنا مع والدنا أخلاقية. والبعد الأخلاقي هو أن تشكر من أحسن وألا تسيء إلى من أحسن. أو اختصار الأخلاق قيمتها أنك أنت والله من أحسن إليك تكافئه بالإحسان، وبل من أساء إليك أحيانا تكافئه بالإحسان، ولا تقابل الإساءة بإيه؟ بالإساءة. هذه طبعا مرحلة كبيرة جدا. لكن خلينا نقول على الأقل هؤلاء الذين أحسنوا إليك منذ طفولتك إلى أن صرت ما شاء الله حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة، قال لا رب أوزعني أن أشكر 40 سنة. أي نعم. بعض الناس يأخذ ما شاء الله 50 يكون مع الوالدين. فهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أيضا ربط ما بين منظومة منظومة الشكر ببعضها. كما أن العبادة ربطت بالإحسان للوالدين وبرهما، كذلك شكر الله ارتبط بشكر الوالدين. فالله سبحانه وتعالى يريد منك على كل هذه الأشياء. على كل فيما يتعلق بالآيات القرآنية، يعني لا تجعل موضوع بر الوالدين له علاقة بإيمانهم أو كفرهم، حتى تكون أيضا الصورة واضحة. قد يكون الأب أو الوالد كافر، ومع ذلك يقول لك والله أطع والدك، برهما، أحسن إليهما مهما كان، فقط عندك حاجة واحدة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعه. يعني تتوقف طاعتهما إذا أمراك بمعصية الله، إذا أمراك بالإشراك بالله، إذا أمراك بما يخالف الواجبات التي أملتها عليك شريعة الله سبحانه. بس هنا ما عدا ذلك كونه كافر كونه مسلم هذه قضية. يعني صحيح من أولى البر أن تدعوه إلى الإسلام، من أعظم البر للوالد أنك تحرص على هدايته، تحرص على دعوته، تحرص على أن يدخل في هذا الدين، تحرص على أن لا يكون من المعذبين في الآخرة، أن هذا يؤلمك جدا وأنت في الحياة، فكيف بك في الآخرة؟ ونفس نوع من البر. هذا أعظم البر أنك أنت تدعو إلى الإسلام، لكن لا علاقة بين برك له وبين أنه كافر أو مسلم. هذه أيضا من الأشياء التي يعني نصت عليها شريعة الله سبحانه وتعالى. فعلى كل هذه بعض الآيات التي تعطي الإنسان الصورة على الأقل فيما يتعلق بالنصوص القرآنية في منزلة هذه المسألة، وهي بر الوالدين. سياحة جميلة صراحة في آيات الذكر الحكيم. مع الهدي النبوي، كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع بر الوالدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على في كل الأحاديث. طبعا نحن بالنسبة للسنة سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية هي عبارة عن بيان للقرآن. يعني لو أنك فهمت ما ذكرناه من آيات القرآن انتهى الموضوع. لكن مع ذلك سبحان الله البيان النبوي أحيانا يأتي بالتفاصيل، يأتي بالتراتبية. نفس الكلام اللي الآن كنا نتكلم عنه يضعه في صورة
تراتب. يعني مثلا كنا نقول قضى ربك ألا تعبدوا إلا بالوالدين إحسانا، يأتي مثلا شخص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال. أفضل الأعمال يقول إقامة الصلاة، لها علاقة الآن بمن؟ بالله. ثم يقول بر الوالدين. لاحظت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي بيننا. عائشة لما قالت كان خلقه القرآن، فالنبي عبارة عن ترجمان. أردت أن تعرف ترجمان القرآن، انظر إلى سيرته وانظر إلى هديه وانظر إلى سمته وأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها. قيل ثم من يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قيل ثم من يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. لاحظ هذا التراتب. هنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لخص الدين بكلياته الكبرى. الصلاة علاقة بالله، بر الوالدين علاقة بأهم الناس بالخلق، الجهاد في سبيل الله هو الشريعة الحامية للمنظومتين، منظومة التعبد لله ومنظومة العلاقات الإنسانية. فأنت بحاجة في جانب المعاملات إلى البر، وفي جانب العبادات إلى الصلاة، وكلاهما أنت بحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فرتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل أعلى ما يمكن أن يكون في الأعمال الصلاة. ثم أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله من الأحق بصحبتي، أو من أحق الناس بصحبتي؟ مش كده؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ في رواية طبعا مكتفية باثنين، وفي رواية تذكر ثلاث. قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال إيه؟ أبوك. طبعا هنا نتساءل يعني ليش الأم والله بهذا الشكل؟ ليش الأم تأخذ ثلاث والأب يأخذ مرة؟ طبعا هنا سأبين أمرين أساسيين. الأمر الأول أن الأم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحبة والرعاية والعناية والاهتمام 3/4 أو نصف ما أعطاه للوالد. ده الجانب الأول. طبعا هنا قضية معروفة أن تعب الأم وهي في حالة الضعف، حملته أمه وهنا على وهن إلى غير ذلك من الأشياء. ثم أيضا الأم أكثر عاطفة وأكثر خوفا. يعني تجد الأم سبحان الله يتعبها الشيء البسيط الذي ربما الوالد يتعامل معه بشكل طبيعي. الآن لو دخلت أنت إلى مشفى يعني بالسلامة إن شاء الله، لكن ستلاحظ طريقة تعامل الوالدة مختلفة عن طريقة تعامل. لو غبت وتأخرت على العودة تجد الأم في قلق كبير، بينما الوالد ممكن ينام. الناس يسموها العاطفة. عقلانية الأب أو عاطفة الأم. أحسنت. هنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم على كل رتبة. لكن هنالك قضية مهمة جدا. بعض الناس سبحان الله نتيجة هذا الحديث يهمل والده، وهذه إشكالية. يعني أن يقول لك والله أولى الناس بصحبتك خصوصا عند الكبر. دائما الرجل عنده القدرة على يعتمد على نفسه. المرأة هي بحاجة دائما إلى من يعينها ويقف معها. ففي لحظة من اللحظات قد يكون الوالد ضعف ولا يستطيع أن يقوم على الوالدة، فهنا أنت ستأخذ هم الوالد وهم البنوة، يعني بنوتك وحقوقها وهم الوالد تجاه الوالدة، فسيقع عليك أكثر من هم. لكن لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن يكون هنالك تفريط في تفريط في حقوق الوالد. لا يفهم من هذا الحديث أن تفرط في حق الوالد. هذه على كل من الأحاديث التي على كل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوجه الآخر، أكبر الكبائر قال الإشراك بالله. نحن الآن قبل ذكرنا أفضل الأعمال الصلاة، مش كده؟ طيب ما هي أكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. ما في شيء أكبر من الشرك، لأنه انهيار للمنظومة الأخلاقية الدينية، فإنه والله علاقتك مع الله سيئة، فلا يرجى منك بعد ذلك خير أصلا لغيره، لأن الله الذي أعد وأوجد وخلق وكذا أنت ما اهتمت بالعلاقة معه. طيب. قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال عقوق الوالدين، وذكرها في حديث أكبر الكبائر، حديث آخر أكبر الكبائر عقوق الوالدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يبين لنا أفضل الأعمال، ومن جهة أخرى يبين لنا أيضا أسوأ الأعمال.
فأفضل الأعمال بر الوالدين والإحسان إليهما، وأسوأ الأعمال عقوق الوالدين والإساءة إساءة إليهما. هذه على كل من الأحاديث. نعم. وكان من شدة اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا منهم عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان يبر أبناء أصحاب والده، ليس أصحاب والده بس أبناء أصحابه. أيوة، أبناء أصحابه. فكان يرى أن هذا من بر والده عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فذات مرة كان ماشي عنده حمار عزكم الله، يعني كان يستريح عليه عندما يتعب من راحلته اللي هي الناقة أو الجمل. أيوة. فكان ينزل إلى الحمار. أيوة. وعنده عمامة. فقابله أعرابي الطريق إلى مكة ومعه أصحابه رضي الله عنه. فسأله: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. قال: أنت ابن فلان ابن فلان؟ عرفه مباشرة. فنزع عمامته وأهداها إليه، ونزل عن الحمار وأهداه إليه. فقيل له: يا عمر، يا عبد الله، كان يكفيه أن تعطيه الدينار والدينارين، فإن الأعراب يكفيهم القليل. قال: كان والده يعني صاحب ود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أصدقاء محبين لبعضهم. فكان عبد الله بن عمر يرى من البر لوالده وهو تحت القبر أن يوفي ويحسن إلى أصحابه أو أبناء أصحابه. فانظر إلى هذه الطريقة وهذه التربية التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لدرجة أنهم يحسنون إلى هذه. تقريبا بعض الأحاديث التي يمكن إن شاء الله أن تفي على الأقل ببعض المطلوب فيما يتعلق بالوالدين. جزاكم الله خير. هل شيخنا بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة؟ يعني نعم، كثير من الأحاديث حقيقة، ليس حديثا واحدا ولا اثنين ولا ثلاث، كثير من الأحاديث تبين أن دخول الجنة مبني أيضا على بر الوالدين كما هو مبني على أحاديث أخرى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن أبواب الجنة يقول: وأوسط أبواب الجنة باب الوالد أو باب الوالدين، يعني يشير إلى أن هنالك باب خاص لمن يبر والديه. كمان هنالك باب للصلاة وباب للصيام وباب للتوبة، يعني أبواب الجنة الثمانية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن والله هنالك باب متعلق ببر الوالد. فيقول: إن شئت، يعني معنى الحديث: إن شئت فاهتم به وأحفظ هذا الباب، وإن شئت أيضا فاهمله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على كل صححه بعض العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. يعني كأنما رضاهما ستدخل به الجنة لا شك، وسخطهما سيكون ذلك مدخلا إلى النار. فإذا أردت أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك فاحرص على رضا والديك، احرص على رضا والديك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنة تحت أرجل الأمهات كما ثبت في الحديث، لأن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستأذنه في الجهاد، فقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت قدميها أو تحت رجليها. انظر كيف أنه حتى في الجهاد. بعض الصحابة كانوا يرجعهم، يعني مثلا: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ففيهما أو ألك والدان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. فجعل الجهاد الذي هو طبعا هنا جهاد النوافل، وهو الجهاد غير الجهاد غير العيني المعروف طبعا اللي هو فروض الكفايات أو الجهاد المستحب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في منزل الذي يبر والديه ويقف عليهما ويحسن إليهما في مقام من يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فبلا شك أن موضوع بر الوالدين وعلاقته بالجنة ما فيها كلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا يقول: رغم أن في امرئ أدرك أبواه أو أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر
ولم يدخله الجنة. الحديث كأنما فيه إرغام الأنف، يعني كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أن هذا الشخص الذي لم يوفق في بر والديه كأنما يمرغ في التراب، يعني زي ما تقول يمسح به الأرض، يعني ما ترك له النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل هنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن مسألة الجنة لها علاقة مباشرة ببر الوالدين. فعلى كل الإنسان إن شاء الله عليه أن يحرص على هذا الجانب، لأن فيه فعلا دخول جنة باب كبير لدخول الجنة. نعم. طيب شيخنا، يعني بقية الفضائل أو الخير من بر الوالدين سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. نعم. جاء مرة شخص يبدو أنه قتل نفسا، فجاء إلى عبد الله بن عباس يسأله ويستفسره أنه والله ماذا أفعل، ما هو المجال الذي يمكن أن أعمله حتى أستطيع أن أخفف عن نفسي. فقال له ألك أم؟ قال لا. فدله على شيء آخر على كل. فبعد ذلك جاء رجل سأل ابن عباس قال لما سألته عن أمه؟ قال لا أعلم عملا يمكن أن يقوم به يكافئ بر الوالدة. سبحان الله. يعني أعظم الذنوب اللي أنت والله ممكن ترتكبها يمكن أن تتخفف عنها بإيه؟ ببر الوالدين. تصور إنه كيف أنت والله يمكن أن تكون هذه طبعا يعني فضيلة كبيرة، فضيلة من الفضائل. كذلك أيضا من الأشياء المهمة جدا أنه ندرك نحن كيف يمكن أن ببر الوالدين أن تنال دعوتهم الصالحة، وخاصة دعوة الوالد مستجابة، دعوة الوالد لولده مستجابة. ولم نرى سبحان الله أنفع للأبناء في إصلاحهم من دعوة الوالدين. كثير من الناس جربت سبحان الله الضرب وجربت وفعلت، ولكنها يئست ولم تجد شيء إلا الدعاء. لم تجد إلا الدعاء. فإذا أن تنال دعوة والديك هي أنك أنت والله تبرهما، لأن أفضل ما يمكن أن تناله في دنياك أن تنال رضاهما ودعوتهما. فهذه أيضا من الأشياء التي حقيقة أيضا مما يمكن أن ندرجه في هذه الفقرة، كما قيل البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. كيف تريد، لو سألنا أي واحد كيف تريد أن تعامل من أولادك؟ تضعها كده. أيوة. نعم. والله أنا أريد الطاعة وأريد البر وأريد الإحسان وأريد كذا وأريد كذا. طيب اشتغلها الآن. قدم الآن. نعم. يحكي لي سبحان الله أحد الإخوة يقول أتعبني ابني تعبا شديدا، وخلاص يعني مخدرات وأوضاع وأمور وتعب، يحكيها سبحان الله. أيوة. فيقول تذكرت إنه والله يا أخي أنا يعني هو سبحان الله والده كان في إريتريا. يقول كنت دائما أرسل المصروف ولكن ما تتبعت يوما هل هذا المصروف يصل الوالد أم لا يصل. يقول هذه الفترة كنت أتصل على الوالد وقلت لهم، قال اتصلت على البلد قلت تعالوا لي بالوالد في المدينة الفلانية، في الأرياف طبعا الناس ما عندها تلفونات وأوضاع صعبة في إريتريا وكده زمان طبعا قبل التحرير. فقال أتوا بالوالد واتصلت عليه، فيقول أول ما قال ألو يقول شعرت بأن هنالك غمامة خرجت من ظهري، هكذا يحكي لي الأخ، وكأني أرى دخان يصعد أمامي، حتى يقول سكت فترة. يقول فبكينا، الوالد بكى وأنا بكيت. فقال سبحان الله هذه القطيعة، عدم الوصل الذي كان بيني والقصة ما مصاريف يعني. أيوة نعم. مش كده؟ نعم صح. يعني أحيانا بعض الناس يتصور بأنه القصة بس مصاريف، يعني إنه والله ما دام قاعد ترسل مصاريف. لا، الوالد أحيانا سبحان الله اتصالك به أهم من أنك والله ترسل إليه المال. اطمئنانك عليه، الكلمة الطيبة، الوقوف عنده، المرور عليه، أن تضحكه، كما جاء في الحديث أن أحدهما أبكى والديه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. لاحظت؟
فهنا يقول سبحان الله ما هي إلا لحظات وإلا وابني يتحول من أفضل ما أتمنى. أنا رأيته سبحان الله، زرته في البيت وتعرفت على الولد نفسه، شفت الولد صار من خيرة الناس، بل صار ما شاء الله ممن يحملون هم الأمة في كثير من القضايا. سبحان الله. فهكذا الإنسان سبحان الله، كيف تريد ابنك، تريد ابن والله بار، ابن محسن، ابن كذا، عليك أن تعمل الآن. فهذه من الأشياء حقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس، يغفل عنها كثير من الناس في أنه لا يحسن بناء مستقبله. يعني الاستثمار في الوالدين هو في حقيقته استثمار في الأبناء. باختصار تستثمر في والديك بشكل جيد. نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنت لوالديك يحسن الله إليك من خلال أبنائك، فالأبناء يحسنون إليك. أسأت إليهما، وهذه من القضايا سبحان الله المجربة، جربة تماما حتى في أنفسنا. يعني أنا أذكر مثلا كم مرة حصل بيني وبين والدي إشكال، فوقع نفس الإشكال بيني وبين أولادي مثلا بنفس الطريقة. يعني تجدها سبحان الله لدرجة تذكر الحيثيات، تذكر المواقف. فهنا نحتاج إلى أن الإنسان عليه أن يحسن بناء مستقبله فيما يتعلق بأبنائه، فيما يتعلق بصلاحهم، فيما يتعلق بهدايتهم إلى غير ذلك. هذا كله له علاقة على كل بمسألة بر الوالدين. أيضا من الأشياء التي لا بد أن يلتفت إليها في موضوع الوالدين هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه. طبعا كلنا ممكن نقول كيف يلعن؟ كيف يلعن؟ مش كده؟ فقيل له النبي كيف يلعن والده؟ ما في شخص كده يلعن والده مباشر. قال يلعن أو يسب أبا الرجل فيسب أباه. لاحظ هذا بالتسبب الآن ليس بالمباشرة. عندنا في الجنايات إنه والله الشخص إما أنه باشر الجريمة أو أنه تسبب في الجريمة. مش كده؟ هذا ما باشر الآن اللعن، لكنه تسبب في لعن أبيه. فالشريعة تربيك في هذا الاتجاه فيما يتعلق ببر الوالدين، ألا تسيء إلى آباء الآخرين حتى لا يسيئوا إلى أبيك أو لا يسيئوا إلى والديك. هذه الرعاية بالامتناع. تمتنع عن الإساءة حتى لا تسيء إلى، ما تتبني على إساءة. نعم، حتى لا يحصل الإساءة. هذه من الأشياء أيضا إن شاء الله التي يعني يمكن الالتفات إليها. نعم. يعني في أمر صراحة فضيلة الشيخ يشغلني دائما، اللي هي قضية إطالة العمر. يعني من الأشياء يقول لك من بر الوالدين يجيك طول العمر، يعني إطالة في عمرك. كيف يطيل عمرك وعمرك أصلا محدد وكذا؟ يعني دي دائما أشياء تشغلنا يعني. نعم. طبعا يعني نحن بركة. هل هي بركة يعني؟ هل هي بركة؟ لا ليست بركة فقط، هي البركة موجودة فيها، لكن في شيء آخر. طبعا عندنا في منظومة الأرزاق ومنظومة الأعمار عندنا شيء اسمه الحتميات في الأعمار، صح التعبير، والحتميات في الأرزاق. يعني هنالك عمر محدد بغير أسباب، وهنالك رزق محدد بغير أسباب. وين المساحة اللي احنا نتحرك فيها في الأرزاق ونتحرك فيها في الأعمار؟ هي في مساحة المسببات. هنالك مساحة من الأرزاق ربطها الله بأسبابها، فإذا تحركت رزقت، وإذا تطورت رزقت، وإذا اجتهدت رزقت، وإذا يعني في مجموعة أشياء لها علاقة بالأرزاق. جزء منها مادي وجزء منها غير مادي. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، جعل كأنما إشارة إنه كلما حرصت على الصلاة في نفسك وأولادك كانت منظومة الرزق تتحرك إليك. كلما ضيعت الصلاة ولم تأمر بها أولادك كلما ضاق الوضع المعيشي في الأسرة كلها. هذه غير مرئية لكنها أسباب. فجعل الله سبحانه وتعالى أسباب مادية وأسباب غير مادية للأرزاق، وبنفس الطريقة جعل أسباب مادية وأسباب غير مادية لشنو؟ للأعمار. وضحت؟ فإذا عندنا في منظومة الأعمار، المنظومة الغذائية الجيدة هذا سبب، المنظومة العلاجية الجيدة هذا سبب. ليش بتسمع إنه والله بعض الشعوب يقول لك والله الشعوب
في البلدان الفلانية تصل أعمارها إلى 90، وفي بلداننا بتنتهي في 50 مثلا. نعم صح. ستجد أنه والله في منظومة لها علاقة بالمنظومة الصحية والمنظومة الغذائية. لاحظت؟ هذه منظومة سببية الآن. فالمجتمعات التي تتوافر فيها منظومة صحية جيدة ومنظومة غذائية جيدة أعمارها تطول. هذا أي نوع من الأعمار؟ الأعمار المسببة. الأعمار المسببة. ولذلك سبحان الله يعني هذا الباب على وجه التحديد قضية زيادة العمر ونقصانه ربما تكلم فيها العديد من العلماء، ولكن ممن تكلم في زيادة العمر ونقصانه الإمام الشوكاني له رسالة صغيرة يتكلم فيها عن مسألة زيادة العمر ونقصان الأعمار، منها الصلة والبر. هذه الآن جانب ليس إيش؟ ليس مادي، صحيح. ما أكل ولا شراب ولا منظومة صحية، لكن سبحان الله يؤثر في الأعمار. هنالك كأنما الله سبحانه وتعالى يصدر توجيهه لملائكته بأن عبدي هذا إن وصل رحمه زيادة في العمر 5 سنوات، سبحان الله. بر لجاره حسن الجوار نعم. 2 سنة، مثلا حسن الخلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مجموعة من الأشياء تزيد في الأعمار، منها حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام. هذه من الأشياء المنظومات التي، فلو افترضنا أن الشخص والله بغير هذه عمره 40، إذا قام بهذه الأشياء التي نصت الشريعة على أنها مما تزيد في الأعمار فهي زيادة حقيقية وليست بركة فقط، سبحان الله. هي زيادة في أعمار. بنفس الطريقة من الأشياء التي تقصر الأعمار مثلا الفواحش. النبي أشار إلى أن منظومة الفواحش تقصر، فكأنما إذا والله عف يزيد في عمره، ذهب إلى الفواحش ينقص من عمره. لاحظت؟ هذه سبحان الله هذه المنظومة السننية التي رتبها الله سبحانه وتعالى ما بين العوامل الشرعية وما بين العوامل المادية، هي تحتاج فعلا يعني للأسف الشديد كثير من المسلمين يغفل عنها بحجة إنه والله الأعمار منتهية والأرزاق منتهي فلا يعمل ولا يجتهد. طيب أنت أصلا ليش بتدرس وليش بتتعلم وليش بتتأهل وليش إذا أصلا القضية كما لا، هنالك منظومة سببية ربطت بها. لكن صحيح ما أخذت بالأسباب. نقول لك والله لو جاء واحد تسلط عليك وسجنك ستجد أن الله يسخره يديك 3 وجبات في اليوم، رزقك المحتوم هذا. نعم. مش كده؟ لكن ما حتكشر زي ما أنت داير ولا حتاكل زي ما أنت داير، لكن الأكل الذي يجعلك حيا ستأكل. المكتوب مش لك كده؟ أصلا. أيوة. وواحد ما شاء الله راقد على الجماعة ما عنده قضية ولا بيشتغل، يجي في اليوم المساء جماعة خاتين صينية بيجي ياكل معه. أيوة. مش كده؟ هذه حتميات في الأرزاق. أيوة. لكن ليست كذاك الذي يضرب في الأرض. الله سبحانه وتعالى جعل له. فهذه منظومات سبحان الله مرتبطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 5 أعوذ بالله أن تدركوهن أو أن تبتلوا بهن، قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت ما منع قوم زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطر من السماء. لاحظ كيف إنه والله الزكاة تؤثر في علاقتنا بإيه؟ بالسماء، إنه المطرة تنزل أو ما تنزل. وكلمة منعوا أيوة يعني هي شيء كان موجود لكن منع. أكيد. ولولا البهائم لم يمطروا. يعني حتى القليل اللي بتجي تجد إنه في بهائم، لكن أنت ما كده. وما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما ترك قوم الاحتكام إلى كتاب الله أو كذا إلا وكان جعل الله بأسهم بينهم. شوف 5 أشياء، هذه أشياء شرعية وهذه أشياء ما شرعية، هذه أشياء طبيعية مادية أو أيوة أشياء ما تقع عليك عقوبات. فلاحظ هنا سبحان الله كيف أن الطاعات تؤثر في إيه؟ في الماديات. الطاعات تؤثر في الماديات بنفس الطريقة، تؤثر في عمر الإنسان، تؤثر حتى في بركتها. البركة أيضا داخلة في هذا الموضوع بلا شك. يعني الشخص الذي يعيش عاما وينجز ما شاء الله ما ينجزه في 10 سنوات، وشخص آخر يعيش 20 سنة ولا ينجز ما ينجزه الآخر في سنة. هذه قضية البركات، هذه قضية أخرى. لكن أنا أتكلم هنا عن أشياء حقيقية، عمر حقيقي يمكن. ولذلك الله سبحانه وتعالى أظن في سورة الأنعام وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ينقص. أيوه. فاستشهدوا على بهذه الآية إنه والله في زيادة وفي شنو؟ وفي نقصان. نعم. في تعمير وما يعمر يمد له في العمر. لكن في نهاية المطاف كل هذه الأسباب التي نبذلها هي تؤجل ولكنها لا تعطل. نعم. لاحظت؟ فالموت حق وحتمي ولا سبيل إلى أنه نحن نستطيع أن نعطل قانون الموت. لكن عندك منظومة الحياة
يمكن أن تستمر في منظومة الحياة إلى أن يأتيك قانون الموت اللي هو قضى الله أنه لابد كل كائن أن يموت. ففي نقطة من النقاط التي ستصل فيها أنت إلى الموت، النهاية. لكن إلى هذه النقطة زي ما يقولوا ممكن تزحزح، يعني ممكن تكون 40 تأجيل. تأجيل وهكذا يعني، والله أعلم. فضيلة الشيخ، يعني ما زالت الأسئلة وحتى في فتاوى أو يعني أسئلة المشاهدين، ولكن أخذنا الزمن. الله يجزيك. لكن إن شاء الله بإذن الله نواصل في الحلقة القادمة. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، والشكر موصول لكم أيها المشاهدين الأعزاء، على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة. هذا محمد الإمام يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.